اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. دي كانت أول سفرتي في رمضان عند ماما، ربنا يبارك في عمرها يا وابويا يا رب، والبيت دايما مفتوح بحسهم. عندي مكرونة بالبشاميل وفراخ محشية وسلطة ولسان عصفور طبعا شوربة، وعندي العصاير الجميلة بلح بلبن، وعندي التمر، وعندي العرسوس، وعندي كمان عصير المانجا. أمي كانت مدلعانا خالص، ربنا يبارك في عمرها. وكمان رحت لقيتها مجهزالي، يعني كانت صينيه المكرونه يا دوبك على الكريمه، لان الكريمه دي لعبتي انا. تعالوا اقول لك ازاي تعملي كريمه المكرونه البشاميل جوسي وطعمها زي القشطه. اول حاجه عندي 5 معالق من الدقيق على 5 معالق من السمنه، وقلبتهم بالشكل ده كده. واول كده بصوا شايفين عملوا كده في الجناب كده ابيض. هبدا انزل باللبن تدريجي، انزل باللبن واقلب على طول، لانها مش عايزاها ولا تخرز مني ولا تحصل فيها اي تكتلات خالص. وكمان كمية الدقيق مع كمية السمنة بتخليها كده جوسي، ما بتبقاش يعني الدقيق بيبقى مكلكع معاكي، فتبقى سهلة قوي في فردة الكريمة بالشكل ده كده. انا عايزة اعمل كريمة طعمها عامل زي القشطة بالظبط. عندي هنا 5 معالق من الدقيق على 5 معالق من السمنة على كيلو ونص من اللبن، يعني كل كوباية لبن عليها معلقة دقيق. تمام يا ستي، ممكن اللبن يبقى نص لبن نص شوربة نص مية، حسب مقدرتك وحسب الميزانية بتاعتك بالشكل ده كده. خلاص انا قلبت اللبن كده بالشكل ده. الكريمة مش خفيفة، ما تخافيش هتتقل منك. انا سايباها على النار بالشكل ده لغاية اما الاقي قوامها وصل معايا النتيجة دي. طبعا ماما كانت معصجالي اللحمه وكانت سلقالي المكرونه، وانا عملت بس البشاميل. حطيت هنا فلفل اسمر ما بكترهوش عشان ما يغمقليش معايا الكريمه بتاعتي، وفي نفس الوقت ما بكترش الملح في الكريمه عشان عايزه طعمها زي القشطه، يعني ما بخليهاش ولا دلعه ولا الملح بتاعها كتير، بخليها كده اقل من المظبوط شويه. هجيب هنا اللبانة اللي عندي، هفضي فيها حوالي كده تلتين الكريمة، والتلت التالت دوت هحط عليه المكرونة وهقلبها عشان انا عايزاها جوسي بالشكل ده كده. هقلب المكرونة في قلب البشاميل عشان تبقى جوسي كده وحلوة. بصوا شايفين متغرقة كلها في البشاميل. هحضر عندي الصينية اللي انا هفرد فيها المكرونة. جبت الصينية كده وحطيت فيها معلقة من السمنة او الزيت، اي مادة دهنية انت بتستعمليها. طبعا انا بحب في البشاميل جدا التسوية في الألمونيا، يعني ولا احب التيفال ولا الجرانيت. البشاميل، الرز المعمر، الكيكة، بحب قوي تسوية الألمونيا فيها. عندي هنا كانت ماما معصجة اللحمة المفرومة، بس انا بحب كده اضيف لها كده معلقة صلصة، تديها كده طعم كده بيبقى حلو جدا، بتعزز معايا الطعم بالشكل ده كده. فردت هنا المكرونه وحطيت عليها اللحمه المفرومه وحطيت عليها بقيه المكرونه التانية. بحط برضو تلتين والمكرونه وبعدين التلت التالت بتاع المكرونه، او بحط الكريمه عشان تبقى كلها طبقات متساويه، ما تبقاش المكرونه فوق اتخن من تحت، لا تبقى كده التلتين اللحمه المفرومه تلت المكرونه وبعدين الصوص البشاميل، بتبقى كلها كده طبقاتها جميل. بصوا شايفين الصوص، والله قشطه. انا ابويا قاعد على الاكل بيقول لي الاكل طعمه مسكر، ربنا يا رب يحلي ايامه بالشكل ده كده. هحطها في الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 200. ما حطيتش على وشها ولا قشطه ولا كريمه ولا جبنه موتزاريلا، وشفت وشها عامل ازاي. عندي هنا الكبد والقوانص، حطيت عليها كده معلقه من الزبده وهبدا اشوحها. اقول لكم عامل خلطه الفراخ المحشيه، واكون هنا محضره معايا بصلايه مقطعاها وسط كده بالشكل ده كده، واحط معلقه من القرفه ومعلقه من البهارات ومعلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسمر،
وحطيت كوبايه الرز. بصوا شايفين الرز لونه عامل ازاي؟ انا محمرتش البصلايه خالص، يعني اول ما نزلت البصلايه وشوحتها حطيت الرز. اللي مغمق لي الرز كده ايه؟ القرفه والبهارات والفلفل الاسمر. وهنا كنت محضره طبعا الميه، حطيت فيها طبعا زي ما انتوا كده شفتوا البصل والورق اللورا والحبهان والطماطميه وفلفلايه كده، عشان عايزه اخد كده شوربه. جبت الفراخ عندي. الفراخ عندي كانت متنضفه طبعا، حشيتها بالشكل ده كده، وانا بحشي كده افرد واروح مدخله الرجلين كده في قلب بعضيهم. وهبدأ كمان احشيها من الزور. فراخ بلدي بقى، كان طعمها فعلا على رأي ابويا. الاكل كان مسكر والله يا جماعة. بصوا بالشكل ده كده، وهفردها وهحشي برضو الفرخة التانية اللي معايا. ما عقبال ما حشيتهم كانت المية بتاعة الشوربة كانت غليت طبعا. اللي احنا مبهرينها حطينا ايه؟ نراجع مع بعض يلا. حطينا البصل وحطينا الطماطم وحطينا الفلفل وورق اللورا والحبهان. عندك مستكة حطي، عندك قرنفل حطي، عندك التحابيش بتاعة الشوربة. بس انا بستكفى بس بالبصلاية وبالطماطم وبالفلفل وبورق اللورا وبالحبهان. بتاخدي شوربة بقى كده، شوية شوربة عظمة كده. المية هنا بدأت تغلي معايا، وانا كده خلاص كنت خلصت الفراخ. بصوا بحشيها من الزور، بصوا بفردها كده عشان ما تفرقعش معايا. اهم حاجة انك انت تيجي تحطيها في قلب الحلة، تخلي صدرها من فوق، ما تخلي الفراخ المحشية بالزيت. وهبدأ اقفلها كده بالخلة، ممكن تخيطيها بس انا استكفيت كده. هحكم الفرخة اللي معايا بالخلة كده، هقفلها بالخلة كويس جدا. بصوا شايفين كان طعمها حلو جدا. والرز كده كان جواه كان مستوي كده ومفلفل، كانت جميلة فعلا. والف هنا يا رب كده لو اللي يجربها على قلبه. الميه بصي غليت. بص انا هحطها ازاي، بنضف كده الرز كده من بره وهبدا احطها. بصوا خليت صدرها من فوق، شايفين بالشكل ده كده اهو. وهبدا اغطيها وما تكشفيش عليها عشان ما تفرقعش منك. هضيف لها الملح واضيف لها الفلفل الاسمر، مع اني كنت متبلاها بالبصل والملح والفلفل الاسمر برضو قبل ما احشيها، وطبعا الليمون. تعالوا بقى نعمل شوية شوربة كده لسان العصفور. حطيت لسان العصفور وحطيت المادة الدهنية اللي انا بستعملها، معلقة من السمنة، وقعدت اقلب فيهم كده الاول ما لونهم كده احمر كده وحلو كده وبقى لون الجلد كده. هبدأ اضيف نص كوباية مية، وهضيف بقى كوباية من الشوربة اللي هي بتاعة الفراخ، عشان طبعا البخار اول ما بحط الشوربه ممكن يلسعني او حاجه، فبحط بس نص كوبايه ميه من الحنفيه. وهبدا بقى اضيف بقى الشوربه واحط الملح والفلفل. بقول لكم الفراخ اهي، بص انا ما كشفتش عليها لغايه دلوقتي. وتسيبيها بقى كده على نار هاديه بالشكل ده كده. بصوا شايفين، هحط شويه فلفل اسمر وهحط ظبط الملح. مش هحط مرقه دجاج لان الشوربه بتاعت الفراخ غنتني عن مرقه الدجاج، كان طعمها تحفه. ودي كانت سفرتي اول يوم رمضان، السلطه ولسان العصفور والفراخ. وطبعا حمرتها. بصوا المكرونه ما حطيتش على وشها اي حاجه، قدامكم على طول يعني، حطيتها في الفرن. بصوا لونها جميل جدا وكانت جوسي كده وكان طعمها كنت بتاكلي حته قشطه بجد والله. كان طعمها حلو جدا. والف هنا يا رب تجربوا اكلي كده ويعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين. وربنا يخلي لنا امهاتنا يا رب، ويرحم كل ام متوفيه، ويصبر قلب كل ام ابتلت على ضناها.